إسبانيا. فدور المغاربة في هاد يعني مجموعة هاد المغاربة اش من وزن عندهم وتيلعبوه اي دور يلعبونه فيما يخص العلاقات المغربية لإسبانيا. فمغاربة إسبانيا يبذلون مجهودات جد هامة، كل واحد من موقعه في تقريب وجهات النظر البلدين حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام الطرفين، خصوصا القضية التي تحدث عنها جول المتدخلين، مثلا قضية الصحراء لا الحصر. فالكفاءات المغربية المتواجدة في البلد تعمل وفي بعض الحالات دون أن تعلم بذلك في بناء أواصر الثقة وتعميقها وجعلها من الثوابت، كل ما يساهم بشكل أو بآخر في توطيد العلاقات الثنائية. فالمغاربة متواجدون في الأحزاب الإسبانية يعني بشكل أنواعها، رغم أنه بغير الشيء المرغوب فيه، لكن متواجدون. المغاربة متواجدون كأساتذة في عدة جامعات في إسبانيا، متواجدون في فرائقهم الكروية الأولى، نذكر بونو، نذكر حكيمي، نذكر زلزولي، نذكر يعني، وهناك شباب آخرين 16 سنة 17 سنة يعني. كذلك فنانين تشكيلي متألقين، أذكر هنا الفنان بني السف من لم يعرفوه. كذلك مغاربة هناك روائيين مثل نجاة الهاشمي، مثل الأخ بجوقي. يعني المغاربة أصبح لهم تأثير جد إيجابي في المجتمع الإسباني، ويزداد وزنهم يوما عن يوم، ويشكلون قوة انتخابية يستهان بها، خصوصا بالنسبة للحزب الذي أنتمي إليه وهو الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، حيث المغاربة كان لهم دور كبير يعني في التصويت، يعني في الانتخابات الأخيرة التي نجح فيها بيدرو سانشيز، أن دور المغاربة كانوا يعني صوت مهم في نجاحه. آراؤهم أصبحت تؤخذ بعين الاعتبار في كثير من المجالات، وتساهم في تقريب مواقف المغرب بالنسبة للرأي العام الإسباني، خصوصا في عدة المواقف في كل الميادين التي أثير فيها النقاش هذه الأيام. فنحن القاطنين، أتكلم عن نفسي ومن تجربتي بإسبانيا، نلمس يوما عن يوم كيف أن أبناؤنا المزدادون على التراب الإسباني يتشبثون بما هو مغربي من لباس ورموز وتقاليد، حيث ترى الشباب المغربي يرتدون زي المنتخب الوطني لكرة القدم بالألوان البيضاء والخضراء في كل مكان. أنا يعني تجربتي الخاصة أرى مجموعة من الشباب يعني أعرف بأنه مغربي انطلاقا من قميصه الوطني. المجتمع المدني المغربي كذلك في إسبانيا يوما عن يوم يزداد قوة وفعالية. هناك عدة مئات من الجمعيات يعني المغربية يشتغلن في الحقل التربوي الديني الثقافي الرياضي، وتساهم في تكوين أبناء الجالية وتقربهم إلى هويتهم وثقافيتهم في تقريب الإسبان إلى فهم أكثر للثقافة وللمجتمع المغربي. فالجمعيات المغربية أكثر بكثير من أثيرت هنا قضية يعني الجمعيات المساندة للبوليزاريو، ولكن هناك جمعيات مغربية أكثر بكثير من هذه الجمعيات. لكن هذه الجالية هي بحاجة للدعم وبحاجة لتأهيلها عبر آليات متعددة من أجل أن تلعب هذا الدور المنوط لها، أولا لتوطيد علاقاتها بوطنها الأم، وثانيا حتى يتسنى لها تشكيل قوة نافذة داخل إسبانيا للعب الدور الوسيط في كل ما يصب في مصلحة الشعبين، حيث يعني هناك يعني ما يجمع الشعبين أكثر بكثير مما يفرقه. فمغاربة إسبانيا يحتفظون يعني بروابط متينة ببلادهم، كما يبذلون مجهودات فردية لنقل هذا الشعور لأبنائهم. لكن للأسف هذه الفئة من المغاربة تكون غائبة عن النقاش السياسي والعمومي داخل المغرب، اللهم إذا استثنينا ظرفين مناسبتين، وهما العطلة الصيفية أو عندما يصدر بنك المغرب تقريره حول تحويلات العمال المغاربة بالخارج. فالاهتمام يجب أن يكون على مدار السنة، ويجب ابتكار آليات جديدة تتماشى مع العصر ومع المتغيرات الحالية، كل هذا لتجديد روابط هذه الجالية بالمغرب وإدماجهم في ديناميكية النموذج التنموي الذي يريد المغرب ترسيخه، مع إعطاء الجهات دور أكبر في التنمية. فالجالية يعني بحاجة إلى آليات فعالة للدعم والشراكة لجلب مغاربة إسبانيا والعالم للاستثمار في المغرب، فهم خزان منهم الكفاءات يمكن للبلاد أن يستفيد منها متى شاء. لذلك أعتقد أن سأختم
سأختم فقط. أختم فقط لأن أثيرت هنا مسألة الصحراء كثيرا. أنا في اعتقادي الشخصي فمسألة الصحراء أنا لا أحتاج إلى إسبانيا ولا إلى الجزائر لحلها. مزيد من الديمقراطية، مزيد من التنمية، مشكل الصحراء سيحل بنفسه، لأن لا وجود للانفصال في دولة يعني فيها تنمية وفيها ديمقراطية. أنا هذا قناعتي الشخصية. وفيما يخص يعني إسبانيا، عندنا عدة أصدقاء في إسبانيا، سياسيين يعني من كل التوجهات. هاد الأصدقاء اللي عندنا في إسبانيا يجب مساعدتهم على أن يوصلوا موقف المغرب بالشأن الذي نريده نحن، وإلا لأن كما قلت سابقا علاقة المغرب بإسبانيا هي علاقة داخلية، لا بالنسبة لإسبانيا لا بالنسبة للمغرب. علاقة المغرب مشاكل وأزمات المغرب مع إسبانيا تسقط حكومات، تسقط أحزاب، لذلك يجب أن نكون أذكياء في تعاملنا مع هذا الملف. شكرا. شكرا للأستاذ سي حبيب شباط على هذا العرض القيم. الكلمة الآن هي للأستاذة عائشة الحسناوي، وموضوع مداخلتها المغرب وإسبانيا، الجغرافيا والتاريخ المشترك. فلتتفضل مع ضرورة الالتزام دائما بالتوقيت. تفضل. شكرا. في البداية أشكر المنظمين، الأستاذ محمد درويش رئيس مؤسسة فكر على هذه الدعوة الكريمة. بالنسبة لموضوع المداخلة هو المغرب وإسبانيا، الجغرافيا والتاريخ المشترك. فكما أشار الأستاذ قبل قليل أن العلاقات المغربية الإسبانية هي من أعقد وأطول العلاقات التاريخية في العالم، فهي لها امتداد هو الأقدم، بحيث إذا قارنا علاقات المغرب ببلدان أخرى كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، فنجد أن العلاقات المغربية الإسبانية هي الأقدم. فالبلدان يتقاسمان تاريخا طويلا وحافلا بالأخذ والرد بين الطرفين، كما يتقاسم موقعا جغرافيا استراتيجيا واستثنائيا في غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، الذي ساهم بطبيعة الحال في امتداد العلاقة بين البلدين لقرون طويلة، أثرت في صناعة وتطور الأحداث السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والحضارية على امتداد قرون من الزمن. فكيف ساهم هذا القرب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا في امتداد العلاقة بين الطرفين لقرون طويلة، وكيف يساهم في الوقت الحالي على استمرار هذه العلاقة؟ فكما نعلم أن المغرب هو يمتاز بموقع جغرافي استراتيجي استثنائي في شمال غرب القارة الإفريقية، فهو يوجد في منطقة تماس حضاري متنوع في ملتقى بحرين وثلاث قارات. طبعا ما زاد من أهمية الموقع الاستراتيجي للمغرب هو مراقبة المغرب لجانب من ممر مضيق جبل طارق. وطبعا بالنسبة لموقع إسبانيا فهو لا يقل أيضا عن الموقع الجغرافي للمغرب، فطبعا وجودها في الجنوب الغربي للقارة الأوروبية طبعا كذلك لا يفصلها عن إفريقيا والمغرب سوى مضيق جبل طارق. فهذا الجانب الجغرافي جعل من المغرب وإسبانيا يتقاسمان العديد من الأحداث السياسية الاقتصادية الاجتماعية لفترات طويلة. بطبيعة الحال تعود جذور العلاقة بين البلدين إلى عمق تاريخي
تعود بدايته في البداية إلى سنة 711 حينما دخل العرب للجنوب الإسباني بقيادة طارق بن زياد، طبعا الذي مهد الطريق أمام المسلمين ليتمكنوا من الحكم بالأندلس حوالي 8 قرون. فطبعا خلال هذه الفترة كان الوجود المغربي بارزا من خلال الدولة المرابطية والموحدية التي تمكنت من توحيد بين المغرب والأندلس. طبعا هناك نقطة أخرى هي لحظة طرد وإخراج المسلمين من غرناطة آخر معقل إسلامي في الأندلس سنة 1492. هو أيضا من المحطات البارزة في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية. في الواقع أن القوات المسيحية لم تتوقف عند غرناطة، بل أنها اتجهت إلى ما وراء البحر، فتمكنت من احتلال العديد من الثغور المغربية أبرزها مدينة سبتة ومليلية. وطبعا بعد طرد العرب من المسلمين من إسبانيا في نهاية القرن الخامس عشر، طلت مياه حوض البحر الأبيض المتوسط إلى حدود القرن التاسع عشر هي حلبة لقرصنة السفن الإسبانية من طرف الموريسكيين، طبعا هذا في إطار انتقام لطردهم من الأندلس. نقطة أخرى ومحطة أخرى من المحطات البارزة في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية هي التوترات السياسية والعسكرية التي وقعت منتصف القرن 19، حرب تطوان 1859-1860. بطبيعة الحال هذا الحدث السياسي والعسكري كانت له انعكاسات وخيمة على المغرب. كذلك النقطة الأخرى التي لا يمكن الاستهانة بها هي فترة الاحتلال الإسباني للمغرب. هناك عدة أحداث وقعت خلال هذه الفترة، فقط نشير إلى مثلا الحرب الأهلية الإسبانية للأسف التي جند فيها فرانكو الآلاف من المغاربة، والتي أعطت للأسف صورة سلبية عن المغاربة في الذاكرة الإسبانية. طبعا محطة أخرى من المحطات البارزة في العلاقة بين البلدين أنه بعد 1956 حصول المغرب على الاستقلال استمر الوجود الإسباني في الأقاليم الجنوبية. فطبعا نعلم المقاربة السلمية التي اعتمدها المغرب لإيجاد حل وخروج إسبانيا من الصحراء المغربية. طبعا استمرار الأزمات ظل يعني مستمرا بين المغرب وإسبانيا بسبب طبعا الموقع الجغرافي وكذلك بسبب الإرث التاريخي. فمع بداية الألفية يعني تتبعنا جميعا أزمة يوليوز 2002 يعني أزمة جزيرة ليلى. طبعا هذه الأزمة هي كانت ضيقة من حيث المدة الزمنية، لكنها كان لها تأثير أو كانت أكثر الأيام توترا في تاريخ العلاقة بين البلدين. طبعا هذه الأزمة أبانت عدة أبعاد، أبرزها أن تداعيات الأزمة هي لا زالت مستمرة من جراء انبعاث وعي بالحفاظ على الأمن والسلم بمضيق جبل طارق، خاصة وأن مراقبة الحدود الجنوبية للمغرب هي لها طبيعة خاصة تختلف جذريا عن تلك الموجودة مع الجانب الأوروبي، وتحتاج بطبيعة الحال إلى تصور مغاير للحدود الأخرى. وبناء عليه فبعد مرور عقدين من الزمن على أزمة جزيرة ليلى لاحظنا في الأشهر الماضية يعني أو في السنة الماضية توتر العلاقة بين الطرفين من جديد. وطبعا كان مارس الماضي الموقف الإسباني الإيجابي بشأن قضية الصحراء. طبعا هذا الموقف هو جاء نتيجة تحديات كبرى
بين تحديات كبيرة بين المغرب وإسبانيا. أبرز هذه التحديات في المجال الأمني الذي يضم عناصر متنوعة على رأسها أمن الحدود وتهريب الإرهاب العابر للدول، الهجرة السرية. كذلك في المجال الاقتصادي يعرف البلدان تطورات اقتصادية مشتركة في مجال الاستثمار، كذلك في مجال التبادل التجاري، الصيد البحري. فبطبيعة الحال أي توتر سياسي فهو يؤثر على مصلحة البلدان. فالموقع الجغرافي الاستثنائي والمتميز بين المغرب وإسبانيا الذي ساهم في صياغة تاريخ العلاقة بين البلدين هو نفسه يجعل البلدين شريكين أساسيا في عدة قضايا التي تقتضي التعاون الفعال والشامل وتنسيق محكم بين البلدين، حتى طبعا يظل حوض البحر الأبيض المتوسط هو فضاء للأمن والسلام وغيرها. بل حتى الرهانات المستقبلية تحكم على البلدين تقوية العلاقة بينهما، خاصة وأن عامل الجغرافيا هو التبت. دائما سيظل المغرب في الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، و إسبانيا هي في الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق. لذا فالحوار هو مسألة ضرورية بهدف تحويل الخلافات المشتركة إلى مجالات للتعاون، طبعا تؤسس على علاقات جديدة قائمة على التعايش والاحترام المتبادل. تكتفي، شكرا. خطير. طيب، شكرا للأستاذة عائشة الحسناوي على عرضها القيم، وكذلك على التزامها بالوقت المخصص لها. الكلمة الآن هي للأستاذة سناء الشاعري من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وموضوعها المغرب في السرد الروائي الكولونيالي. تفضل أستاذة. مساء الخير. لقد شاء برنامج هذه الندوة العلمية المباركة ألا أكون واسطة العقد، بل جعلني حبة في نهاية العقد، بمعنى أنني آخر متدخلة في هذه الندوة العلمية. طيب، بسم الله، فاتحة كل خير وتمام كل نعمة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبي الرحمة سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تحية طيبة مباركة للحضور الكريم، وأسعد الله مساءكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء أود أن أعبر لكم عن سعادتي لتواجدي هنا معكم في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الرباط، وهي المدينة التي قضيت بها سنوات عديدة من دراستي الجامعية. فللأماكن روح كما يقال، والنفس دائما تحن وتهفو لأماكن نسجت بها ذكريات عديدة. سعيدة كذلك بتواجدي معكم هنا وضمن أساتذة أجلاء أكن لهم كل الاحترام وكل الامتنان وكل الشكر، وأخص بالذكر فضيلة الدكتور أستاذي الكريم سيدي عبد الواحد أقمير، أستاذي الجليل الذي تتلمذت على يده هنا في هذه الكلية في مرحلة دبلوم الدراسات العليا المعمقة، فكان لنا نعم الأستاذ. تذوقنا في حصصه عبق التاريخ المغربي الإسباني، وها نحن طلبته فوج 2002، وبعد مرور 20 سنة لازال حبل الود متصلا ساريا غير منقطع بيننا، يشاركنا نحن طلبته في العديد من مشاريعه الأكاديمية، سواء مشاركات في مجلات أو كتب جماعية أو ملتقيات أو مهرجانات، فشكر الله له حسن الظن فينا، وألبسه الله سبحانه وتعالى ثوب الصحة والعافية أينما حل وارتحل. الشكر موصول كذلك
للسيد الدكتور محمد درويش ولكل الساهرين والقيمين على هذه الندوات العلمية التي تروم في حقيقة الأمر إلى تخليص الهوة والشرخ الذي قد يفصل بين البلدين الجارين المغرب وإسبانيا، ويروم كذلك إلى تمتين العلاقات الثنائية. أيها الحضور الكريم، أظن أننا نحن في المغرب يعني بعد الأزمة الدبلوماسية الأخيرة التي زجت بالبلدين المغرب وإسبانيا، أقول في هوة عميقة صحيقة ما لها من قرار. أظن وبعد القرار الحكومة الإسبانية منذ أبريل المنصرم في الاعتراف بمغربية الصحراء، هبت ريح طيبة وتنفس على الأقل مثقفو العدوتين الصعداء، وفرحنا كثيرا وسعدنا نحن المثقفون بهذه الخطوة المباركة التي أعادت المياه إلى مجاريها. فالحق أقول أن هذا النوع من الخصام كان جاثما على الصدور، فنحن المثقفون الغيورون على هذه العلاقات الثنائية، نحن المغاربة نحس وكأن جزءا منا يوجد هناك في الضفة الأخرى في إسبانيا، وكذلك الحال بالنسبة للمثقفون الإسبان الغيورون على هذه العلاقات الثنائية، دائما يحسون وكأن جزءا منهم يوجد هنا في المغرب. يعني نحن خلال الأزمة الدبلوماسية الأخيرة المثقفون الغيورون على هذه العلاقات عشنا حالة من الترقب، عشنا حالة من الانتظار، لكنها فرجت والصلح خير كما يقول الله تعالى في محكم كتابه في سورة النساء. أيها الحضور الكريم،